من علم أن الله يراه حيث كان، وأن الله مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلوته، أوجب له ذلك العلم واليقين ترك المعاصي والذنوب. كان بعض السلف يقول لأصحابه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة، فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته جل في علاه. أو كما قال. وقال الشافعي: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقالوا: أعظم العبادات مراقبة الله في سائر الأوقات. قال ابن القيم: والمراقبة هي التعبد بأسمائه: الرقيب، الحفيظ، العليم، السميع، البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم يراك، ويعلم سرك ونجواك. في الصحراء يراك، في الجو أو في السماء يراك. إن كنت وحيدا يراك، إن كنت في جمع يراك. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراقبة، وهي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين بذلك هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله. ومن راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. قال أحدهم: والله إني لا أستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه. قال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. وقال إبراهيم الخواص: المراقبة خلوص السر والعلن لله جل في علاه. سمع عمر ليلة عجوزا تقول لبنيتها: أمزج اللبن بالماء. فقالت البنية: أما علمت يا جدة أن أمير المؤمنين عمر نهى عن مزج اللبن بالماء؟ فقالت العجوز في لحظة غفلة: وأين عمر حتى يرانا؟ فقالت المؤمنة الموقنة بنظر الله: إن كان عمر لا يرانا، إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. قصة نعرفها، يعرفها الصغير والكبير، لكن أين أثرها في حياتنا وفي معاملاتنا؟ وفي ليلة أخرى يتجول عمر فإذا بامرأة في ظلام الليل تردد هذه الأبيات: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله عن ذا تصدني، وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. الله أكبر. عظموا الله فراقبوه، واستحيوا منه فهابوه. الله أكبر. عظم الآمر فعظمت الأوامر. إليك مزيد. مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء، فقال له امتحانا: بعنا من هذه الشياه. فقال: أنا مملوك ومؤتمن، أنا مملوك ومؤتمن. فقال ابن عمر ممتحنا إيمانه: قل للمالك أكلها الذئب. فقال رويع الغنم الذي امتلأ قلبه خشية من الله: وماذا أقول لله؟ ماذا أقول لله؟ إن قلت للمالك أكلها الذئب
فماذا أقول لله؟ ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان؟ اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له: كلمة اعتقتك في الدنيا، كلمة اعتقتك في الدنيا، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه. قال بقلب مليء بالإيمان ومراقبة الرحمن: ماذا أقول لله؟ هذه أخبار كلنا يعرفها وسمعها مرات ومرات، لكن أيها الغالي، أيتها الغالية، أين أثر هذا في حياتنا؟ أين أثر هذا في حياتنا؟ ومن معاني البصير أي الخبير بأحوالهم وأفعالهم، يعلم من يستحق الهداية ومن يستحق الغواية، إنه بعباده خبير بصير. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. العليم الذي يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن لو كان كيف سيكون، عليم بكل ما أخفته صدور خلقه من كفر وإيمان وحق وباطل وخير وشر. العالم بالسرائر والخفيات، هو عليم بذات الصدور. قال السعدي: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. قال ابن القيم في نونيته: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذا يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان، كيف يكون ذا الأمر ذا إمكان. تأمل وتدبر في قوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وتأمل في قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه بعض من أسمائه وصفاته جل في علاه، فأين أثرها في حياتنا؟ أين الإيمان في حياتنا؟ أين أثر الإحسان في معاملاتنا وعباداتنا؟ إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات، راقب نفسك في الخلوات. إن الإيمان لا يظهر في صلاة 2 أو صيام نهار، بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى. والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام: وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وآخر دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله،
أف للذنوب، أف للذنوب، ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها. وهل تحدث الذنوب إلا في الغفلات والخلوات؟ يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي، قل لي من أنت وما علمك وإلى أي مقام ارتفع قدرك؟ بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلا بما يحب من المحرم وقدر عليه تذكر وتفكر وعلم أن الله يراه ونظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من ربه. كيف يعصاه وهو يراه؟ كيف يعصاه وهو يراه؟ هيهات هيهات، والله لن تنال ولاية الله حتى تكون معاملتك له خالصة. والله لن تنال ولايته حتى تترك شهواتك وتصبر على مكروهاتك وتبذل نفسك لمرضاته. والله لن تنال ولاية الله حتى تكون معاملتك له خالصة. والله لن تنال ولايته حتى تترك شهواتك وتصبر على مكروهاتك وتبذل نفسك لمرضاته.